السلام عليكم، مساء الخير صبايا. أنا بعرف إني طولت عليكم، بس يلا سامحوني، والبنات اللي بيحبوني بيعذروني لأني كنت تعبانة شوي. أعمل معاكم نوع من أنواع البرياني. طبعا مثل ما معروف إن البرياني له أنواع كتير كتير كبيرة، وكل واحد بيحب يعمله بطريقته. وحأعمل معاكم. أول شي بدي أنقع أنا الدجاج. عندي هون زبادي وصلصة وشوية كزبرة، هاي الكزبرة اللي كنت مفرستها معاكم، وبهارات وتوم. هضيف عليهم شوية ملح ومعلقة دبس فليفلة، طبعا معتدلة، طعم معتدل. وهون عندي زعفران نقعته بمية الورد، كمان رح ضيف شوي على النقع، والباقي خليه للرز. عندي هون قطع الدجاج، طبعا بشيل عنها الجلد وبنضفها كتير منيح، وببلش اني انقعها. انا استخدمت فخاد الدجاج، وممكن تستخدموا كل قطع الدجاج حسب الرغبة. بنتأكد من انه صلصة النقع غطت الدجاج بشكل كامل وجيد مشان كل الدجاج ياخد النكهة، وخلص بتركه لوقت ما بدي اطبخ. ومثل ما معروف بالنسبة للدجاج واللحوم، كل ما طولت فترة النقع كل ما بتاخد نكهة أكتر، وبإمكانك تجهزيها اليوم وتطبخيها بكرة. بالنسبة إلي ما بحب ضيف أي بهارات إضافية، يعني غير هي البهارات الجاهزة، لأنه هي أصلا بتكون كافية يعني. وكل واحدة أكيد حسب ذوقها وحسب ذوق عائلتها وحسب شو بيحبوا، بس أنا بالنسبة إلي بعتبر البهار الزايد أصلا بيضيع نكهة الأكل. وهلا هيك انا رح بلش بطبخ البرياني. هون قطعت بصل صغير مكعبات وشوية توم، ورح حمرهم مع بعض. بس يبلش البصل يدبل رح نضيف مكعبات البطاطا. انا هون قبل نقعت الرز بمي سخنة، طبعا بعد غسله، وحمرت البصل للتزيين، وهلا بدي حمر المكسرات. بس شوي البطاطا اخذت من النكهة، ضفت مكعبات بندورة وشوية نعناع اخضر مقطع بالايد. بس الخضار خلص اخذت نكهة تمام. رح اخذ الدجاج عندي المنقوع وبحطه فوق الخضار. حطيت الدجاج فورا، شوفوا بنات، مو على الخضار، على الطنجرة فورا مشان يتحمر. بس يتحمر من اول جهة بنقلبه على الجهة الثانية. هون بقية الخلطة ما حطيت، عم انتظره لحتى يتحمر الدجاج وقلبه. اخر شي لما بدي اغطيه يستوي بحط كل الخلطة فوق. هلا هيك رح ضيف باقي الخلطة اللي زادت عندي، وخلي الدجاج يستوي فيها. لسلق الرز هون حطيت مي مع بهارات صحيحة وشوية ملح، وهلأ رح ضيف الرز وخليه ينسلق. صبايا هيك انا خلص استوى عندي الدجاج، وهلأ رح ضيف الرز، وحضيف شوية زعفران اللي نقعته بمي الورد هيك على جنب، وغطي الطنجرة خليهم ياخدوا من نكهة بعض ويكمل سوى الرز. هيك صبايا استوى عندي البرياني. رح حرك الرز بخفة مشان يختلط ويصير لونين، وبلش اسكبه. هي صبايا عم بسكب البرياني. والبرياني من الاكلات اللي بتتحمل الاضافات، وبنفس الوقت قلت لكم في لها كتير طرق، فكل وحده اذا في شي مكون ما بيناسبك ممكن انك انت تحذفيه وتضيفي على حسب ذوقك. وهيك برياني الدجاج صار جاهز عنا بأبسط المكونات وبطريقة كتير سهلة ومو معقدة وبالعافية.